جماعة، هي إدارة نادي الزمالك بتتعامل كده ليه مع اللعيبة اللي عايزة تجدد لها؟ بمعنى محمد السيد في ماتش ديجداها الصومالي في العودة، الزمالك جه له بلنتي، دخل محمد السيد شوط البلنتي. من الأساس محمد السيد بيلعب ليه في الزمالك لحد دلوقتي؟ ولو بيلعب ليه بينزل الماتش؟ ده لعيب انت كنت عايز تجدد له، عملت معاه جلسة تفاوض، انت في جيبك 5 مليون، هو لعيب ناشئ طبيعي مش هيعدي 5 مليون، فلنفترض يعني هو قال لك عايز 20 مليون 30 مليون، يبقى هو بيقول لك بالمعنى الحرفي انا مش عايز اجدد، بس بيقولها لك بطريقه شيك. عايز بقى يحترف، عايز يروح يمين، عايز يروح شمال، حقه. مش هقول لك على فكره ان هو مش حقه، عادي اللعيب بيبص لمصلحته، وانت كمان كنادي تبص لمصلحتك. طيب اللعيب ده انت ليه ما بعتهوش؟ طب انت مش عارف تبيعه، حطه دكه، ما يروحش الماتشات. مش اللعيب هو اللي هيلوي دراعك، انت اللي تلوي دراعه. ده لعيب كان ناشئ عندك، انت طلعته ونضفته ولمعته. بتكلم ككوره، مش بتكلم حاجه تانية، بتكلم ككوره. انت لعيب لمعته نضفته، هو طالب منك رقم تعجيزي، بيقول لك بالمعنى الحرفي انا مش عايز اجدد، مش عايز افضل في النادي. انت كمان تمام يا حبيبي، انا هبيعك، ما عرفتش ابيعك. اصلا الزمالك ما حاولش ان هو يبيعه. الزمالك عندنا في اداره نادي الزمالك بيفضلوا ورا اللاعب، انت عايزك تجدد. طب ماشي، انا عايز، حلو، هنقعد نعمل جلسه تفاوض. عايز كام؟ زي احمد سيد زيزو، عايز كام يا زيزو؟ انا عايز 100 مليون. هو بيقول لك بالمعنى الحرفي انا مش عايز اقعد في الزمالك، انا عايز امشي. انت مصمم برضه وعمال بتلف وتروح وعمال بتجيب فلوس. لا طب الفلوس، طب بتجمع له ايه؟ انت معكش، ما تبيعه. بيعه يا عم، اقول لك على حاجه، بيعه للاهلي، كنت بيعه للاهلي على طول مباشر دايركت، ما عنديش اي مشاكل، روح بيعه للاهلي وهات فلوس مقابل اللاعب ده. لكن انت سبته يمشي فري، قال ايه؟ خوفا ان هو يمشي فري للاهلي. اهو ماشي فري للاهلي، بتكلم على زيزو. محمد السيد كذلك هيمشي فري، حسام عبد المجيد برضه هيمشي فري. هو حسين لبيب او اداره نادي الزمالك مصممين او عايزين يكرهونا في الزمالك، قاصدين ولا مش قاصدين؟ اصل دي حاجه تحير بصراحه، حاجات مستفزه وحاجات تحرق الدم. قد تكون الحاجات دي صغيره بالنسبه للناس، بس بالنسبه لي انا حاجه كبيره. انا مفيش لاعب يقعد في النادي غصب عني، لعيب بقول له جدد بيقعد، حلو انا عايز كذا، شروط تعجيزيه. هو عارف ان انت ماليا ما معكش الارقام دي، فبيقولها لك عشان هو عارف ان انت ما معكش. طب انت كمسؤول في الزمالك بتعرضه للبيع، ولا بتروح تفضل تلف حواليك يمين وشمال